مثل ما تفضلت صحيح، الموصل في أغلبيتها عسكر ضباط نعم. وقادة، ويعني الإحصائية اللي كانت عندي في الموصل بعد الاحتلال ما يقارب 26 ألف ضابط من مدينة الموصل بمستوى مقدم فما فوق، نعتبر من الضباط القادة، فعدد كبير. لكن الظروف اللي مرت في الموصل بصراحة تعذرهم من أن يشاركوا في العملية السياسية، وراح أضرب لك أمثلة واقعية. نعم. يعني أولا بعد الاحتلال الكل كانت مترددة ووقعت تحت صدمة الاحتلال، والأمور كانت الأوراق مختلطة فيها، الرؤية غير واضحة، بما فيهم أنا أيضا ما كان الأمر واضح بالنسبة لي جدا. بعدين بدت بصراحة عاملين أساسيين كانت أيضا في جعلهم يترددون في العودة. يوجد فتاوي من بعض المراجع كانت تحرم العمل أو الانضمام إلى الأجهزة الأمنية والخدمية، حتى العمل السياسي ضمن هذا النظام السياسي، وباعتبار تحت الاحتلال، إضافة إلى ظهور القاعدة اللي بدأت تقتال كل من يفكر أن يعود إلى المؤسسة الأمنية أو العسكرية. في 2008 أتذكر الأخ السيد المالكي رئيس وزراء شكل قيادة عمليات نينوى. نعم. وأرسل الأخ الفريق الركن رياض جلال توفيق كقائد عمليات نينوى، وكان منطي تخويل كامل بأنه يفتح باب العودة لكل الضباط من مدينة الموصل. حتى هاي حادثة استشهد لك ليش انكفأ شباب وقادة وضباط الموصل عن الانضمام إلى هذه المؤسسات العسكرية والأمنية. فأعلن الأخ قائد عمليات في الموصل أنه كل من يرغب في العودة إلى الجيش قال يلتحق، يجي إلى قيادة العمليات ويسجل اسمه وينضم عنه. فعلا اجوا عدد كبير، أنا أتذكر العدد وصل 805 ضابط، يعني عدد كبير بالنسبة لقيادة عمليات نينوى بمختلف الرتب من لواء ركن نازلا. في أيام المالكي، هاي في أيام في الولاية الأولى الأخ المالكي في 2008 أوعز لقائد عمليات نينوى هذا الإعاز. بعد ما سووا إحصائية والأسماء انحصرت وانقبلوا تقريبا، وعلى أبواب أن يصدر فيهم أمر ديواني ويعودون، الأسماء تسربت من قيادة العمليات. بدت اشتغلت عليهم تنظيم القاعدة والاغتيالات. أتذكر في يوم واحد قتلوا 5 ضباط من المتقدمين للعودة، وبدأوا مسلسل اغتيالات. فهذا أيضا سوى رد فعل كبير. فيعني عمليا أغلبهم ما قدروا يرجعون. وحتى اللي كان في الخدمة على مستوى الجيش، على مستوى أنا كنت في التعليم العالي، كنت أمشي في الموصل بمنتهى الحذر، وكنت مستهدف واستهدفت أيضا في يوم 29/5/2011. خلوا لي عبوة لاصقة في السيارة، وهسه رجلي عندي سقوط قدم لا زال أعاني من هذا. فالكل كانت مستهدفة في الموصل. هذا بصراحة جعل ضباط وقادة الموصل ما يجون إلى المؤسسة العسكرية، ومن الأسباب الرئيسية.